ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عمرك خطر على بالك ازاي القهوة بتشتغل؟ طيب، هل ما توردش على ذهنك قبل كده سؤال: هي القهوة ادمان ولا لأ؟ طب هل القهوة اصلا مفيدة ولا مضرة؟ فنجان القهوة الجميل بتاعك بقى، ويلا بينا نشوف الموضوع ده. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. الأول بس، إزاي القهوة بتشتغل وإزاي بتزود نشاطك وحيويتك؟ جسمك بيكون فيه مستقبلات اسمها مستقبلات الأدينوزين، ودي اللي بترتبط بيها مادة الأدينوزين طبعا. ومادة الأدينوزين دي لما بترتبط بالمستقبلات بتاعتها، ده بيديك إحساس إن أنت تعبان وعايز تنام، وده غالبا بيحصل في آخر اليوم بالليل. وطبعا مادة الأدينوزين دي بتكون في أقل مستوياتها وأنت لسه قايم من النوم، وبتفضل تزيد 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 على مدار اليوم لحد ما توصل لقمتها وقت ما تيجي تنام بالليل. القهوة بقى بتكون المادة الفعالة بتاعتها هي الكافيين، والكافيين ده بيشتغل عن طريق ان هو بيروح يتخانق على مستقبلات الادينوزين دي ويرتبط بيها، ويمنع ارتباط الادينوزين بمستقبلاته. ففجأة تلاقي نفسك صاحي ومركز وعندك طاقة وجددت نشاطك. ده بقى بياخدنا للسؤال اللي بعده: هل القهوة مفيدة ولا مضرة؟ الحقيقة إن القهوة دي ليها مميزات كبيرة جدا جدا جدا. أول حاجة مثلا، القهوة دي مضاد للأكسدة. القهوة بتعتبر أكتر مصدر فيه مضادات أكسدة في النظام الغذائي الحديث كله. بالإضافة كمان إن القهوة بتزود حرق الدهون بنسبة بتتراوح ما بين 3% ل 11%. ومش كده وبس، القهوة كمان بتحمي دماغك من الإصابة بأمراض كتير زي الألزهايمر وزي الشلل الرعاش. وعلى فكرة، تأثيرها بيكون ملحوظ جدا. وده برضو ياخدنا للسؤال اللي بعده: هل القهوة اللي ليها كل المميزات دي ملهاش أضرار؟ لا طبعا، ليها أضرار، وأضرارها بتبان جدا مع الزيادة أو الإفراط فيها. يعني لو شربت أكتر من 400 مللي جرام بن في اليوم، فأنت كده بتكتر من القهوة. وال 400 مللي جرام دول اللي بيكونوا موجودين في حوالي من 3 ل 4 فناجين قهوة في اليوم الواحد. طب ايه هي بقى الحاجات اللي بتحصل لو انا زودت القهوة؟ رقم واحد، ممكن يحصل عندك زيادة بسيطة في سرعة ضربات القلب. رقم اتنين، هيجي لك أرق. وده بقى ياخدنا للسؤال اللي وراه: هل القهوة إدمان؟ الحقيقة بشكل قاطع القهوة مش إدمان بشكل الإدمان اللي احنا عارفينه. يعني القهوة إدمانها أكيد مش زي المخدرات، ولكن القهوة بتعمل نوع من أنواع الاعتماد النفسي. يعني نفسيا أنت حاسس إن أنت لو شربت قهوة هتنجز أكتر وهتكون حياتك أحسن وهيكون مودك أفضل. ولكن طبعا لو بطلتها فأعراضها مش هتكون تقيلة جدا زي المخدرات، ولكن طبعا لو بطلتها هتحس بأعراض شوية، زي مثلا هتحس بصداع بسيط، مع ان انت طبعا مودك مش هيبقى ولا بد، وهتحس ان تركيزك قليل شوية. طب ليه يا طبيب انا بعد ما بشرب قهوة وزي ما انت ما بتقول ان هي مش ادمان بحتاج ان انا ازود الجرعة؟ يعني بحتاج لو انا بشرب فنجان ببقى عايز ازود واشرب اتنين، والاتنين بعد كده بيبقوا تلاتة، والتلاتة بيبقوا اربعة. ده بقى عشان فكرة حاجة اسمها التعود او التوليرانس. مخك لما بيبدأ يلاقي ان مستقبلات الادينوزين اللي موجودة مش شغالة، بيبدأ يعمل حاجة غريبة جدا، وهو انه بيبدأ يزود عدد مستقبلات الادينوزين اكتر واكتر. فتخيل معايا ان انت كنت بتشرب فنجان قهوة واحد، فنجان القهوة ده كان فيه 100 جزيء كافيين، وانت عندك في جسمك فيه 100 مستقبل للادينوزين. فال 100 جزيء من الكافيين هيروحوا يقفلوا ال 100 مستقبل بتوع الادينوزين، وكده الدنيا تمام وانت حاسس ان انت تمام. لكن لما جسمك بيبدأ يكتشف ده طبعا ويبدأ يزود مستقبلات الادينوزين، فانا عايزك برضو تتخيل معايا ان ال 100 جزيء اللي انت كنت بتاخدهم دول بيروحوا يقفلوا ال 100 مستقبل، لكن جسمك خلى ال 100 مستقبل
150 مستقبل، وبالتالي في 50 مستقبل تانيين موجودين، الادينوزين هيرتبط بيهم، فبالتالي مفعول القهوة هتحس ان هو قل وما بقاش زي الاول، فهتحتاج طبعا تزود قهوة اكتر عشان تقفل المستقبلات الباقية. فبعمل ايه يا طبيب لو انا عايز اشرب قهوة واتجنب اضرارها؟ الموضوع بسيط، تحاول ان كمية القهوة اللي انت بتاخدها ما تزيدش عن 400 مللي جرام في اليوم، واللي هو بيكون حوالي من 3 ل 4 فناجين. كمان الوقت اللي انت بتشرب فيه القهوة، يعني مثلا حاول ان انت تتجنب ان انت تشرب قهوة بعد الساعة 4 العصر، ده عشان ما تعملكش مشاكل في نومك. افضل وقت ممكن تشرب فيه القهوة بعد ما تصحى حوالي من 60 ل 90 دقيقة. وكمان حاول ان كل كوباية قهوة او كل فنجان قهوة انت بتشربه يكون معاه كوباية كبيرة مية، ده لان القهوة بتزود من اضرار البول شوية، يعني بتزود من كمية البول اللي انت بتتخلص منها، فحاول تخلي فيه كوباية مية كنوع من انواع التعويض. وطبعا خلي بالك ان انت ممنوع منعا باتا ان انت تشرب قهوة لو انت عندك نوبات قلق او anxiety. بالاضافة كمان لو انت عندك مشاكل في معدتك او ارتجاع في المريء، فتجنب ان انت تشرب القهوة على معدة فاضية. حاول دايما تشرب القهوة بعد الاكل بساعتين. رقم 3، لو انت عندك اضطراب في ضربات القلب اللي هو الاريزميا، حاول برضو ان انت تتجنب القهوة تماما تماما. وبالنسبة للحوامل حاولي ما تزوديش القهوة عن 200 مللي جرام في اليوم، يعني فنجان واحد صغير، وده طبعا عشان أضرار الجنين. وطبعا ما تشربيهاش أصلا إلا لو أنت كنت متعودة عليها أو لو أنت مشتهياها في الضرورة القصوى يعني. وفي النهاية لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.